كولاجين طبيعي للبشرة بديل إبر النضارة، كل ده في ماسك واحد وسهل وبسيط ومش مكلف. بعد استخدام الماسك ده بشرتك هتبقى مشدودة ولامعة وصافية، وكمان هيمنع التجاعيد نهائيا، ومن أول استخدام هتشوفيه وبأقل التكاليف. أهم حاجة لو أول مرة تشوفيني ادعميني باللايك واشتركي في القناة عشان بإذن الله يوصلك كل جديد، وانزلي صلي على النبي كتير جدا في الكومنتات. وعايزة أقولك بعد ما تستخدمي الماسك ده هتدعيلي حرفيا، بشرتك هتبقى مشدودة حتى لو سنك فوق ال50. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض ايه هو المكون اللي ممكن يخلي كل ده في بشرتك، وبجد بديل ابر النضاره حرفيا، لان هو يصفي ويبيض بشرتك بطريقه فظيعه. بصوا كده يا حلوين، ده منقوع لبان الذكر، وطبعا لبان الذكر كلنا عارفين ان هو بيشد البشره وفظيع، بديل البوتوكس فعلا والفيلر. احلى حاجه ممكن تستخدميها لبشرتك وبتجيب نتيجه فوريه من اول استخدام. ده عملته ازاي؟ حطيت معلقتين من لبان الذكر ليله كامله في ميه سخنه، بقى معايا بالمنظر ده كده، شايفين اهو. طيب وبعدين بقى هبدأ ان انا هاخد المية كده بتاعت لبان الدكر دي، هاخد منها حوالي كده معلقتين. اهم حاجه طول ما انت بتتفرجي معايا على الفيديو تصلي على النبي كتير جدا وجربي الوصفه دي وهتدعي لي. خدت منها كده حوالي 3 معالق من منقوع لبان الذكر، وجربيه بقى وشوفي الحلاوه قد ايه، بجد بيجيب نتيجه من اول استخدام. وتاني مكون معانا يا حلوين هو طبعا مكون بيفتح وبيشد البشره جدا، وبيزيل معايا التجاعيد والخطوط الرفيعه. لو عندك برضو خطوط حوالين العين، دي في بنات كتير جدا بتعاني منها وجربت لها حاجات كتير مجابتش معاها نتيجه، جربيها. جربي بقى الماسك ده وبجد هيشد معاكي جدا. وكمان الخطوط اللي في الجبهه بتبقى رفيعه، دي برضو جربيها، بجد هتجيب معاكي نتيجه من اول استخدام. معايا كده معلقه من النشا. طبعا يا جماعه النشا غني عن التعريف ان هو بيفتح وبيشد وكمان بيبيض البشره 3 درجات على الاقل، فانت بتعالجي التجاعيد وبتشدي الخطوط الرفيعه، وكمان بتخلي بشرتك مشدوده وفاتحه جدا من اول استخدام. بجد هتدعيلي، لانه ماسك سهل وبسيط وزي ما قلت لكم مش مكلف، وهو ده المطلوب، ان الحاجات تكون بسيطه بس بتجيب معانا نتيجه فوريه. هتستغني نهائيا عن كل حاجه ممكن تعمليها لبشرتك مهما كانت عندك تجاعيد وخطوط ومضايقاكي وجربتي حاجات كتير غاليه ما جابتش معاكي نتيجه. جربي الماسك ده وبجد هتدمنيه من كتر ما هو حلو، هيجيب معاكي نتيجه فوريه. وبقلب بقى كويس جدا، انا عايزه النشا تدوب في المنقوع لبان الذكر كويس جدا عشان اخد احسن نتيجه. وعايزه حاجه للتبييض والتفتيح، وكمان تزلي الخلايا الجلد الميت وتفتح لي كده بشرتي، وتزيل لو انا عندي قشور في بشرتي، لو انا عندي طبقه فيها غمقان واسمرار، كل ده هيروح تماما من اول ما تستخدمي الشوفان. دقيق الشوفان كده يا حلوين، شايفين هو الشوفان بتاعي، وبدات ان انا طحنته كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه بقى كده. الشوفان ده بقى من اجمل الحاجات اللي بتبيض البشره، بتعمل على ازاله الغمقان والاسمرار، وكمان لو انت عندك طبقه غامقه كل ده بيزيله من اول استخدام، لان هو مقشر خفيف ولطيف على البشره. والبنات اللي بشرتها حساسه ما تقلقيش منه خالص، لان هو مقشر خفيف، يعني مش هيسبب لك ولا التهاب ولا احمرار خالص في بشرتك، بالعكس هتشوفي نتيجه حلوه جدا. قلبت بقى كويس جدا لحد ما كل المكونات اندمجت مع بعض كده. اهم حاجه صلي على النبي طول ما انت بتتفرجي زي ما انا قلت لك، وانت هتشوفي احلى نتيجه. شايفين هو ده القوام المطلوب، ما شاء الله حلو جدا اهو. اكون بقى في الوقت ده غاسله بشرتي كويس جدا، متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب، وهبدا ان انا افرده كده على بشرتي، شايفين، وبحركات دائريه، وهفرده على بشرتي اهو، وهسيبه لمده نص ساعه. وبعد النص ساعه اغسليه بميه دافيه وشوفي بشرتك قد ايه مشدوده، قد ايه الخطوط بدات ان هي شكلها يتحسن جدا. تقدري تعملي الوصفه دي كل يوم على بشرتك وهتشوفي النتيجه في خلال اسبوع، بجد هتلاقي بشرتك اتحسنت. حتى لو انت عندك خطوط كتير وتجاعيد بجد جربيها وهتدعيني. ومن اول استخدام هتشوفي طبعا نتيجه حلوه قوي في التفتيح وفي شد البشره وهتدعيني. اهم حاجه لو انت كملتي معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش انت تصلي على النبي كتير جدا، وكمان تشتركي في القناه عشان باذن الله يوصل لك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفات تانية كتير. مع السلامه.